دراسة هذا الرسم وهذا الدور، كنا نتمنى أن تكونوا في نقابة الصحفيين، ولكن احنا رأينا المرة دي أن تكون التحركات من نقابة الصحفيين سواء في زيارة الجرحى أو في زيارة السفارة مرة أخرى. ندعوكم طبعا في الأسبوع القادم أو خلال الفترة القادمة لفعاليات داخل نقابة الصحفيين أكثر. نجهز ليوم تضامني آخر قريبا، حتى واحنا بنعمل بيانات بقينا حاسين باننا يعني الكلام بقى ماسخ، الكلام بقى ماسخ، بس في الاخر هذه حيلتنا وهذا سلاحنا، وسلاح اثبت فعاليته بيد الزملاء الفلسطينيين اللي ردوا الاعتبار للصحافه المصريه، الصحافه بشكل عام المكتوبه والمطبوعه، لكل الصحافه. هم وقفت بطولاتهم ووقفتهم في مواجهه ما يجري هي رساله رد اعتبار للصحافه وقدرتها على التاثير، وهم بصدورهم العاليه وبتصديهم للارهاب الاسرائيلي وبتصديهم لكل هذه الاسلحه الفتاكه التي يتم تدريبها والحرب الاباده غيروا وجه العالم. فدي رساله احترام لهم ورساله احترام للشعب الفلسطيني ورساله تقدير لدوركم، ونحن نحلم بما هو اوسع من الدبلوماسيه. الكلام ده نحن ما زلنا لدينا في نقابة الصحفيين حلم فلسطين من البحر الى النهر. ده سيظل جزء من حلمنا. نعرف اننا نتجاوز الاوضاع الدبلوماسيه، ولكن ده فلسطين الكامله ستظل حلمنا، حلم اي عربي، وانا اعتقد ان حلم كل فلسطيني حتى لو اجبرتنا الظروف على شيء مختلف. يعني هذه رساله يعني التضامن على قدر ما نستطيع الان، ونتمنى ان تكبر بحجم ما يشملنا من ألم وبحجم الجريمة المروعة على تجري الحرب بحق الشعب الفلسطيني. شكرا لسيادتك مرة أخرى الزملاء، ونشكرك على هذه الزيارة، ونحن ننظر بأهمية كبيرة وبالغة بزيارتكم لمقر سفارة فلسطين بالقاهرة، وهي الخطوة المقدرة حاليا، ونحن نعتبر أنفسنا في سفارة فلسطين بالقاهرة ونقابة الصحفيين المصريين شركاء، ونعمل يدا بيد وكتفا بكتف لخدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأيضا الشعب المصري وكافة القضايا المتعلقة بأمن واستقرار وسيادة مصر على كامل ترابها الوطني العزيز. نحن أيضا شركاء مع مصر في مواجهة كل تحدياتها، وشركاء مع مصر في مكافحة الإرهاب منذ البداية ولحتى الآن. يعني واحنا مصر نجحت وقطعت مراحل كبيرة في وقت هذا الإرهاب وقطع دابره يعني من مصر، وهذا إنجاز كبير ليس لمصر فقط وإنما للمنطقة بأكملها وللعالم بأكمله. وأيضا احنا الشكر الكبير لكل الإعلام المصري بكافة مكوناته. الإعلام المصري تحمل مسؤولية كبيرة، تحمل مسؤولية في إيصال وتوصيل الحقيقة، كل الحقيقة، حقيقة ما يجري في فلسطين وفي قطاع غزة، كما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب شرسة في غزة وفي أنحاء فلسطين وفي القدس. وأنا بحيي الإعلام المصري، وفعلا يتمتع ليس فقط بمهنية وإنما أيضا بروح من الوطنية. فتلمس الصحفي المصري إنه وهو يعني يعمل بمهنية وحرفية، أيضا هو يحمل هوية وطنية.